دلوقتي بنك السكوبيسو كيسو. حرين. السكوبيسو كيسو. فلوسكم انا مالي. السكوبيسو كيسو. ما شفت الشحيبر يا كابتن؟ شفت الشحيبر يا عمي؟ عمك. امال اقول له يا عمتي؟ انت زاد انت. مش حمايه؟ اقول له في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وخاصه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ايه اللي انت لابسه ده؟ بتاع الاحيه. اتفضل ايه العروض دلوقتي حالا؟ لا مش هقلع. بقول لك ايه العروض ده دلوقتي حالا؟ ايه اللي بتعمله ده؟ والله اعمل لكم فضيحه هنا بقى. بس ما بقاش كام فارق. بقول لي لا. انت زاد انت تجرؤ انك تنام في اوضه نوم. السكوبيسو كيسو. شريف الهاني يا شريف، البتاع ده طردني من اوضه نومي ونام فيها يا حبيبي. انا يا هتصرف. تمشي هناك تكشف. ايه ده؟ الست دي مراتي دلوقتي. ما تقولش مراتي، انت حته شغال لا طلع ولا نازل. شوف لازم نبقى كويسين مع بعض، اللي بياكلوا مع بعض في طبق واحد بيبقوا حلوين، فما بالك احنا الاثنين في بيننا شيء مشترك دلوقتي. انا بيني وبينك انت شيء مشترك. الست دي مش مشترك بيني وبينك، لو انت كنت خلفت منها وانا خلفت منها، مش العيال كانوا هيبقوا اخوات؟ كنت انا هبقى جوز ام ولادك، هتبقى هيصه. هدى تخلف منك انت يا في ايه مش فاهم انا؟ سيد انت زودتها قوي يا سيد. طب بلاش نزاع عشان الاولاد يتربوا بدون عقد لو سمحت. ايه؟ عملت ايه يا عاصم؟ ايه؟ في ايه؟ ده لابس الروب. اقلعه؟ لا والله اقلعه. بس بقى انا عايز اقلعه من غير حاجه. لا يا ساتر، لسه ما خلصناش البلوه دي. دلوقتي المأذون يوصل ونخلص. ربنا يسوقه. اسمع يا جدع انت، اول ما يجي المأذون تمضي على قسيمة الطلاق وتروح لحال سبيلك. ولحد المأذون ما يجي الست دي مراتي، ولحد ما امضي على ورقه الطلاق الست دي مراتي. انا ابن بلد ولازم احافظ على كرامتي، وهحافظ على كرامتي لغايه ما يجي المأذون. المأذون وصل. ايه مش هلحق احافظ على كرامتي انا. خليه يتفضل يا ميلاد. الحمد لله اخيرا هتطلق. تموتي في الطلاق. السلام عليكم. اهلا 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 يا سيد السلام المسؤول، اهلا ورحمة وسهلا. الله وبركاته. تسريح هنا. اتفضل اهلا اهلا. اتفضل اقعد بقى كده وافتح دفترك وشوف شغلك. عجيبة، وفيما العجب. نفس اللجنة بتاعت أمس. ايوه بس طلاق ان شاء الله. أبهذه السرعة يكون الطلاق فيما كان الزواج إذن. قول لهم هندسه. اهو بقى الظروف حكمت بكده يا سيادة المأذون. ولكن هناك شيء يحيرني. وما هو؟ في ليلة الزواج اهلا بك يا ارشيدوق. ما رايك في كاس من النبيذ وبعض الشطائر، ويا حبذا لو كانت بالزبده. يا بني، أقصد في ليلة الزواج لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الفرح عكس اليوم، فمظاهر البهجة والسرور واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. إن احتفالا بالطلاق يا تليبيانكو أنتركوت. عجيبة، ألا تعلم يا بني إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ أنا عارف هتقول إيه بقى حكم الأول. حكم في إيدك الله. وكلمة كلمتك. ده فتوى يا جدعان مش مأذون. يا سيادة المأذون احنا متفقين على كل حاجة، والاستاذ سيد مصمم على الطلاق. هو مفيش طرش ليه في البرطمانات اللي طرش ايه وبرطمانات جايز ايه؟ الأستاذ سيد يكون مصمم، لكن من واجبي أن أنصحه. واديك نصحته خلاص يا مأذون، يلا طلق بقى. أنا لسه ما اتنصحتش، أنا عديم الرباية ومحتاج نصيحة. تصور يا مأذون، تصور اللي واقف قصادك ده بيقول لي انا يا خالة ام هدى يا شماتة ابلزازة فيا. أبلطظم إيه؟ اخرس. وأنت يا بنيتي لماذا لا تعطيه الفرصة الكافية لكي يثبت وجوده؟ أيوه. قلتش حاجة أنا بقى؟ اسكت يا سيد. ده هو اللي بيقول. اسكت. انا خلاص مش عاوزاه. يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي. تريثي. يا مأذون احنا خلاص اتفقنا على كل حاجة، مش فاضل غير الطلاق. يلا طلق بقى. أخشى ما أخشاه أن يكون في أحشاء العروس طفل منه، عندئذ ستربى ولدك فلة كبدك يتيما وحيدا بعيدا عن أبيه. يا حبيبي يا ابني يا شماتة أبلطظة فيا. ابلزازة مين؟ اخرسي. ده ابني. يا سيادة المأذون. نعم. يظهر انك فاهم غلط. غلط. ايوه غلط يا مأذون، انا فاهمك. اصل الجوازة دي كده وكده. كده وكده أنا لا أفهم معنى كده وكده. انا فاهمك، احنا مجوزينها له عشان يطلقها ورجعها تاني لاسمها. ايه اللي بتقوله ده يا شريف؟ عايزين نخلص بقى. تخلص ايه؟ أفهم من ذلك يا حضرة أنك لم تختلي بها الخلوة الشرعية؟ وكيف حال الأوس والخزرج؟ هل هم معنا أم علينا؟ لا أنت، هل اختليت بها الخلوة الشرعية؟ شرعية؟ أيوه. ما حصلش. إذا فهناك جريمة وتريدون مني أن أشترك معكم فيها. لا ابدا مفيش جريمة ولا حاجة. نعم جريمة. لا. لابد أن يدخل بها. ينصر دينك.
لابد ان يدخل بها. قول بقى يعني ايه؟ ده انا كنت اذبحها. طبعا ده شيء مستحيل. يا سادة المحلل حرام. اه لابد أن يكون الزواج شرعيا 100%. 100 لابد أن يدخل بها. ولا بد ان يدخل بها. على النعمة انت مزاجك عالي قوي قوي النهارده. قول إن لم يدخل بها قول يا راجل قول. يصبح الزواج كأن لم يكن. آه. أي في حكم المعدوم. في حكم المعدوم. حل يا سياده المأذون. لابد أن تكتمل جميع عناصر الزواج. أيوة. وأهم عنصر من هذه العناصر هو أن يدخل بها. اهم عنصر من هذه العناصر هو ان يدخل بها. إن لم يدخل بها ايوه فهناك جريمة. فهناك جريمة أنا لا أشترك في هذه الجريمة. وانا زيه. السلام عليكم ورحمة الله. فلتجلس قليلا يا ابن ابي فلسعة. يا سياده المأذون نتفاهم. لا تفاهم في الجرائم. أيوة. إذا دخل بها فاستدعوني. لابد أن يدخل بها. انا معاك يا معلم. كلمة السر كتكوت اخويا. لازم تتسحبوا من لسانكم انتوا الاثنين. لابد ان ادخل بك. يعني ايه بابا؟ يعني انا مش هطلع ولا ايه؟ انت مش سمعتي كلام الباشمهندس؟ الموقف دلوقتي في ايدك انت. يعني ايه الموقف في ايدي يا بابا؟ الموقف في إيدك يعني لا. اسأل أمك. ايه؟ يعني ايه يا ماما الموقف في ايدي؟ بلاش احراج، اسال يا شريف. يعني ايه يا شريف؟ يا باشا انا بالذات. ما تسالينا. انا اقول لك الموقف ايه. بصي احنا نجيب كوزين بلاستيك، واحد اصفر وواحد اخضر، نحط في واحد رزايه والتاني عدسان. والنبي كل واحد في حاله لو سمحت. وبعدين نجيب بطيخ. نجيب ايه؟ بطيخ. بطيخ. يا قليل الادب. هو قال لك ايه بعد البطيخه؟ يا قليل الادب يا ماما، ده لا يمكن يحصل ابدا. خلاص انتوا حرين. على العموم ادي احنا قاعدين ولابسين لبس الشغل وجاهزين. احنا ما وراناش حاجه. يلا بقى نمشي من هنا. نعم. تمشي من هنا نروح ننام في محطه القطر. الا قعدك هنا انت. انا لا يمكن اتحرك من هنا طول ما انت موجود. انا موجود بامر الحكومه ولا بد ان ادخل بها. يا حتى احنا خلاص بقى يا شريف بقى خلاص. السامع بيقول لي خلاص يا شريف. ايه ده؟ اسكت انت بقى وسيبني انا اتصرف. اتفضل سيد ابني، نعم. انا ابني عايز منك خدمه انسانيه. انا خدام الانسانيه. في شخصيه مهمه جدا هتيجي عندي هنا النهارده. ايوه الشخصيه دي انا هعقد معاها صفقه انا بعتبرها صفقه العمر. ايوه. واول مره هيشرف بيتي ويتعرف على اسرتي. أيوة. وعاوز يتعرف على جوز بنتي. ايوه انا ما عنديش اي مانع. هو جاي امتى عشان استعد؟ تستعد لي يا انت. استقبال. انت يا شريف مش انت ابني هستقبله. امال مين؟ جوز بنتي. يبقى انا. لا مش انت، جوز بنتي التاني. يا بنتك متجوزه اثنين. اتنين مين يا بنت؟ جوز بنته يعني انا. شريف بيه لازم يكون موجود في العمليه دي. يا عم ابو السيدي ده طير فيها الان. انت بتهددني يا سعيد. لا بيه بس انت برضه بتبقى في الاصول. انا يمكن اقبل ان مراتي على فرح حد على اساس ان مراتي واحد تاني. هي الحكايه كلها نص ساعه. زي 6 اشهر. والحل ايه؟ ما تقول له الحقيقه. الحقيقه قول له ان بنتي متجوزه الشغال. ولما انت مقسوم الشغال ده وستاله ما ليه؟ انت عارف انت متجوزها ليه يا حيوان؟ دلوقتي انت بتتدخل. احنا عيله في قلب بعض. انت مالك؟ تمام العيله. اسكت